كان عنده إرادة قوية عشان يبطل إدمانه على الجزر ويعيش حياة صحية وموزونة. بعد أسابيع من المجهود، فلفول لاحظ التغيير الكبير في جسمه. صحته بدأت تتحسن، عينيه اللي كانت برتقانية اختفت تدريجياً، شعره بقى بيلمع وقوته البدنية بقت أحسن. كان فخور بنفسه وعارف إن المجهود اللي بذله كان يستاهل. في المدرسة بدأ فلفول يركز أكتر في دراسته، بقى بطل رياضي في فصله، والطلبة بقوا يشجعوه على جهده في الرياضة. حتى لونا اللي كانت بتراقب التغيير ده بدأت تشجعه وتدعمه. فلفول حس إنه أخيراً بدأ يعيش حياة صحية ومبسوطة. في يوم قعدت ماما فلفول مع فلفول وقالت له: أنا فخورة بيك يا حبيبي، أنت أثبتت إنك قادر تتغير، مفيش حاجة مستحيلة لو عندك إرادة قوية. فلفول ابتسم وقال: أيوة يا ماما، هعيش حياة صحية وموزونة. قالت ماما فلفول لابنها: اللي